في تطور لافت في مسار النزاع الطويل في الصحراء الغربية، أعلن القيادي البارز في جبهة البوليساريو محمد يسلم بيسط قبول الجبهة بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحل للنزاع، شريطة أن يختاره الشعب الصحراوي عبر استفتاء حر ونزيه على حد تعبيره. التصريح يأتي بعد أيام من إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة بصدد إعداد اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب في غضون 60 يوما، وأيضا قبل أسبوع من جلسة بالغة الأهمية في مجلس الأمن للبت في تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء الغربية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الأستاذ عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ فاتحي. من الجانب المغربي، كيف استقبل هذا التصريح من البوليساريو بشأن قبول مقترح الحكم الذاتي بالصيغة المغربية، وإن تم تجديد على أن الموقف ليس جديدا وأرفق بشرط الاستثناء؟ نعم، كيفما كان الحال فهذا يعني موقف نوعي وتاريخي، طالما أن جبهة البوليساريو ظلت متمسكة بالموقف التقليدي التاريخي وعطل جهود الأمم المتحدة في إيجاد تسوية لنزاع الصحراء. اليوم هناك تحول يأتي في سياق التطورات والزخم القوي الذي يعرفه ملف الصحراء، ولا سيما بعد العديد من الدول الأوروبية التي باتت اليوم تدعم مبادرة الحكم الذاتي، فضلا عن 3 دول يعني دائمة العضوية بمجلس الأمن هي الأخرى تدعم مبادرة الحكم الذاتي وتعتبرها، حتى أن روسيا كذلك باتت تقول بأن الحكم الذاتي يمكن أن يكون يعني شكلا من أشكال تقرير المصير. وبالتالي اليوم هناك ضغوط لا سواء من كل القارات التي هي تؤيد مبادرة الحكم الذاتي، تمارس ضغطا قويا على جبهة البوليساريو وعلى الجزائر من أجل استغلال هذه الفرصة، كما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس في تقريره السنوي، بأن المجتمع الدولي اليوم يتوفر على إمكانيات متميزة ويجب استغلالها من أجل الخروج بحل نهائي لهذا النزاع، طالما أن هذا النزاع بات يهدد الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. عموما هذا تطور لافت في الموقف لجبهة البوليساريو وحتى الجزائر نفسها أيضا. أستاذ الفتحي، الجزائر حتى الآن لم تعلق على هذا التصريح، لكن تصريحات الرئيس الجزائري الذي قال قبل أيام لن نكون صحراويين أكثر من الصحراويين، وتوقيت هذا التصريح من البوليساريو، هل تؤشر كل هذه المعلومات إلى تحول إيجابي في الملف، أم الرباط تراه مناورة؟ نعم، بالتأكيد أنه اليوم هناك تحرك دبلوماسي قوي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فرنسا. معلوم كذلك بأن مستشاري ترامب كذلك توجهوا إلى الجزائر، وكانت هناك مشاورات من أجل المصالحة مع المملكة المغربية من منطلق أن الجزائر تعد طرفا رئيسيا في نزاع الصحراء. وطبعا هذا هو الذي يفرض كذلك ضغطا على الجزائر هي الأخرى حتى تبدي هذه المرونة حينما تقول بأن الجزائر لا يمكنها أن تكون صحراوية أكثر من الصحراويين أنفسهم، على أساس أن الصحراويين أو على أن جبهة البوليساريو لها استقلالية في قرار سياسي يمكن أن تتخذه. لكن على العموم هذا التطور يأتي بالتشاور بين الجزائر الراعية لجبهة البوليساريو وبين الجبهة البوليساريو التي هي صنيعة الجزائر بكل تأكيد. ولكن اليوم هناك نقاش دولي كبير يمارس ضغطا على جبهة البوليساريو ويضعف موقفها التفاوضي لصالح مبادرة الحكم الذاتي التي اليوم الآن العالم يقول بأن الحل الأمثل والخيار الواقعي وذي المصداقية لإيجاد تسوية. لكن جبهة البوليساريو حينما تتحدث عن شرط فهذا طريقة من طرق تمييع النقاش الجدي الذي يخوضه المجتمع الدولي في سياق الإجماع الدولي حول مبادرة الحكم الذاتي. إذن هذا
أو هذه التفصيلة أو هذا التدقيق الذي تأتي به جبهة البوليزاريو هو محاولة للهروب إلى الأمام عن النقاش الجدي الذي يجب أن نخوض فيه، وهو الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة مبادرة الحكم الذاتي. أستاذ الفاتحي، هل لدى الرباط تفاصيل حول الخطة الأمريكية لاتفاق السلام المنتظر أن تعرض على المغرب والجزائر في الأيام أو الأسابيع المقبلة؟ وفي الحقيقة لم يصدر أي حتى بيان من وزارة الخارجية بخصوص النقاش الذي جرى بين مبعوثي ترامب وكذلك ومستشاريه وبين الرئاسة الجزائرية أو الجزائر، لكن هناك تنسيق بين المملكة المغربية وبين الجزائر، ويمكن أن يكون هذا التنسيق على أساس بنود الواردة في الاتفاق الإبراهيمي مثلا. وبالتالي هناك تفاهمات دقيقة وهناك رؤية مشتركة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. فقط الطرف الذي يخرج عن النقاش أو عن طاولة المفاوضات هو الطرف الجزائري، ولذلك توجه مستشار ترامب إلى الجزائر. نعم. وتحدثوا عن مدة زمنية محددة يجب أن نصل فيها إلى مصالحة، وهذا هو الأساس الذي من خلاله يمكن أن نحل نزاع الصحراء أو نكون بصدد تسوية سياسية لهذا النزاع الذي طال أمده. شكرا لك الأستاذ عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من الرباط.